في سؤال بيتكرر كتير، ليه العقار تحت الإنشاء ساعات بيبقى بنفس سعر العقار الجاهز؟ بصراحة معظم الردود اللي بتتقال مش واضحة، وأنا حابب أوضح لكم الموضوع بطريقة بسيطة. أي مطور بيعرض لك تسهيلات دفع قوية، طبيعي جدا إنه يزود لك في السعر. ليه؟ لأنه كده كده فلوسه متجمدة عندك لفترة طويلة، فبيعمل زي البنك بالظبط. البنك بياخد فوايد، والمطور بدل ما يقول لك أنا باخد فوايد هيجي يقول لك لو دفعت مقدم أكبر هديك ديسكاونت. هنا لازم تركز قوي، لو الخصم ده أكتر من 10% يبقى في مشكلة. ليه؟ لأنك لما تيجي تبيع بعد ما العقار يجهز، ممكن تلاقي حد تاني كان شاري أرخص منك ب 15% مثلا، وهو ممكن يرضى يبيع بمكسب صغير على سعره، وساعتها هتضطر تستنى لحد ما هو يبيع عشان تعرف ترفع سعرك وتكسب كويس. فأنت وانت بتختار العقار مش بس بتبص على المنطقة والكواليتي والخدمات والتقسيمة البيت، لازم كمان تبص على التسهيلات والأسعار في السوق والعقارات اللي حواليك، وكمان ايه العوامل اللي تزود قيمة استثمارك بشكل صح. يعني باختصار، القرار الصح مش بس العقار اللي تختاره، لكن كمان في طريقة الدفع اللي تختار.